الفيديو ده انا حابب اشارككم الطريقه اللي تقدروا ترفعوا بيها الفلوس على موقع الاي سي اف ام جي عشان تقدر تحجز لامتحان اليو اس ام لي ستيب 1 او امتحانات اليو اس ام لي عامه بشكل عام. طبعا نتيجه الليميتس الموجوده على فيز في مصر دلوقتي، فانت بتحتاج ترفع رسوم الامتحان على كذا مره. فانا اوضح لك بالظبط ازاي تبدا ترفع رسوم الامتحان او تسددها من فيزا واحده او من كذا فيزا باسهل طريقه ممكنه. اول حاجه طبعا هندخل على موقع الاي سي اف ام جي. طبعا انت محتاج تكون مسجل على موقع الاي سي اف ام جي وعندك حساب وعندك اي دي وباسورد. لو مش عارف ازاي تسجل اصلا في موقع الاي سي اف ام جي، هتلاقي فيديو هنا او في الديسكربشن تحت يوضح لك بالظبط خطوه بخطوه ازاي تسجل على موقع الاي سي اف ام جي وتاخد الاي دي بتاعك. بعد ما ندخل على موقع الاي سي اف ام جي هنضغط على ايوه اللي هي اي دبليو اي، وبعد كده بتعمل اللوج ان على الحساب بتاعك. بعد ما نعمل لوج ان بندخل على اويسز، ومن هنا بندخل على الفاينانشال اكونت سامري. في الصفحه دي بيوضح لك كل الفلوس او كل المصاريف اللي انت صرفتها. عندكم هنا انا مثلا ستيب 1 كلفتني حوالي 1430 دولار، 160 دولار دولت بتوع الفيريفيكيشن الاولاني تقديم للموقع وان انا اخد اي دي، وبعد كده 1170 دي رسوم امتحان ستيب 1، وبعد كده انا دفعت 100 دولار كان عشان اجلت الامتحان 10 ايام. طبعا ال 100 دولار الزياده دي لظروفي انا الخاصه، لكن انت مش شرط تدفعهم لو انت مش هتاجل الامتحان، بس تعمل حسابك ان التاجيل بيكلفك فلوس على حسب انت بتاجل من مده قد ايه من ميعاد الامتحان. يعني لو بتاجل قبل الامتحان باسبوع اسبوعين بيبقى تقريبا تكلفه التاجيل 100 دولار، كل ما كان بدري اكتر كل ما التكلفه كانت اقل. فاحنا دلوقتي عايزين الاول نعرف ازاي نرفع الفلوس على موقع الاي سي اف ام جي. فهنعمل ميك اونلاين بيمنت وهتختار كريدت كارد فيزا او ماستر كارد وتعمل كونتينيو، وهنا هتكتب الكارد نمبر والسكيورتي كود والاماونت. طبعا انت هتعرف الليميت بتاعك بتاع الفيزا اللي بيوفره البنك عندك، وتقدر ترفع ال 1000 دولار مثلا بتوع الامتحان على كذا شهر. يعني انت الليميت بتاعك مثلا في الشهر حوالي سي مثلا 400 دولار، فانت ترفع 400 دولار في 400 دولار في 400 دولار لحد ما توصل لايه للمبلغ اللي انت عايزه. او ممكن ترفع من كذا فيزا في نفس الوقت، يعني مثلا ممكن ترفع من الفيزا بتاعتك او فيزا بتاعت اخوك والفيزا بتاعت يعني الثلاث فيز مثلا في نفس الوقت، فترفع المبلغ كامل. دي برضو اوبشن. وطبعا لو عندك حد بره اصلا مفيش حاجه اسمها ليميت بقى، فانت تدفع على طول من فيزا خارجيه مثلا خارج مصر. لو ليك حد من قرايبك مثلا بره مصر او والدك بره مصر تقدر تدفع بالفيزا بتاعته عادي جدا. عشان كان جالي سؤال على الموضوع ده، هل اقدر ادفع بفيزا خارج مصر ولا لا؟ اي فيزا طالما انها ساريه وتمام هتشتغل معاك عادي. وموضوع الليميت انت تقدر ترفع هنا الليميت بتاعك واحده، يعني تقدر ترفع مثلا 200 دولار ب 200 دولار مفيش اي مشكله لحد ما تجمع الاماونت اللي انت عايزه في الموقع بتاع الاي سي اف ام جي. وبعد كده هتعمل اي اوثرايز ذيس ترانزاكشن، وبكده بتترفع الفلوس على الموقع. ومجرد ما تترفع هتلاقيها بانت هنا عندك في الاماونت اللي موجود، اللي هو عندي دلوقتي صفر لان انا صرفت كل الفلوس اللي في الاكونت. هيبان عندك هنا ان في رصيد مثلا في الاكونت على حسب بقى انت حطيت بكام، كانك بتشحن التليفون بالظبط. فالموضوع سهل جدا وبسيط. وفي الاخر حابب اديك نصيحه صغيره، لو لسه حاسس انك تايه في ستيب 1 ومش عارف تذاكر ازاي، انصحك تتفرج على الفيديو ده، وده واحد من اهم التكنيكس اللي انا استخدمتها اثناء التحضير لامتحان ستيب 1.